شو صاير بين الشامي وبيسان اسماعيل وفؤاد؟ هل القصة رح تكبر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة من قناتي. بحبكم من كل قلبي وشكرا على دعمنا عم تدعموني اياه، بحبكم من كل قلبي عن جد، شكرا. اليوم الفيديو عبارة عن ردة فعلنا عن الشامي، شو حكى عن بيسان اسماعيل وعن حفلتها، وشو ردة فعله عن حفلة بيسان اسماعيل. فجهزوا احبشتكم، حطوا لايك واشتركوا بالقناة، حسابي على انستغرام هون، الكل يروح يتابعني، بحبكم من كل قلبي. ولا خلونا نبلش بهذا المقطع، ليتس جو. يا جماعة عم تكتبوا لي وين الإعلان؟ والإعلان نشرته قبل شوي. هذا هو الإعلان الرسمي تبع الأغنية. $0، 100% تأثير، نظافة، ريحة، توفير. يلي ما بيعرف المشكلة اللي صايرة بين الشامي وبيسان اسماعيل وفؤاد، انه الشامي متخانق مع فؤاد، وهلا بنعرف القصة ليش متخانق الشامي مع فؤاد. وبيسان طلعت بآخر فترة بلبنان ساوت حفلة، الشامي طلع وحكى ردة فعله عليهم انه هن الثلاثة طلعوا على مسرح واحد، انه فؤاد وبيسان، وما بعرف مين الثالث اللي طلع معهم على المسرح، ما بعرف الاسماء الصراحة. فالشامي طلع ورد عليهم بهي الجملة انه ثالث واحد كنسكافيه يعني. فخلونا نشوف ونسمع شو حكى كمان. وعلى ستر حتخلي بدال تلمي. هلا كاتبين المغني الشامي منزل هي الصورة وكاتب تشربوا معي 3 بواحد، طبعا مبين قصده انه غنية علاج، وانه هو عن 3 اشخاص يلي هن بيسان اسماعيل وفؤاد جنيد وامجد جمعة. هذا امجد جمعة. هو حاطط بس النسكافيه، انه ضفت صورهم وضحت لكم، يعني مثل ما قلت لكم انا. يعني لازم نعرف انه الشامي صار عنده مشكلة مع فؤاد وامجد جمعة وبيسان اسماعيل، انه بلشوا يحاربوه ياخذوا مكانه، او يمكن عم يقصدهم انه هو معاه 3 جوائز وانتم ما معاكم ولا جائزة. ما بعرف صراحة، انتم اكتبوا لي بالتعليقات شو رأي الشامي عن هذا الشيء. فخلونا نكمل ونشوف شو الناس عاطي رأيها بهذا الشيء. هلا هون كاتب انه حفلة ثلاثي المرح، 1 نو 1 اوف، والباقي اشتراك مايك. ضحكوا بالله عليكم، ضحكوا. حطوا لايك. خلونا نشوف ردة فعل الناس كمان، يلا. هلا الشامي قاصد بيسان اسماعيل وامجد جمعة وفؤاد بهذا الاعلان، الا انا الوحيد اللي هيك لاحظت؟ يعني هو قايل 3 بواحد قريبا. هلا ايش رايكم انتم؟ طيب هلا انا رح اعطيكم انتم شو رايكم. هل الشامي عم يقصد بيسان اسماعيل وفؤاد وامجد جمعة، انه عم يعمل انه 3 بواحد نسكافيه وعم يشرب النسكافيه وعم يقصدهم هنن، ام عم يقصد حدا تاني يعني، او الجوائز تبعيته؟ فانتم اكتبوا لي بالتعليقات. هلا بعد تحليل دم 4 ساعات رح اعطيكم الزبدة ببلاش. 3 بواحد معناتها والمقصود فيه هن هدول هن 3. ايه هدول هن، عرفت شلون؟ فهو قصده بالمشر معي 3 بواحد انه هن 3 اجتمعوا وما طلع لهم معه، عرفت شلون؟ فخلص كاسكم. انتوا شو بتعطوني رايكم بهذا الفيديو اللي عم يحكي فيه الشاب؟ ما بعرف صراحه، خلونا نشوف كمان. يا جماعة عم تكتبوا لي وين الإعلان؟ والإعلان نشرته قبل شوي. هذا هو الإعلان الرسمي. $0، 100% تأثير، نظافة، ريحة، توفير. انه هذا شامبو وهيك، فهمتوا علي؟ يمكن عم يقصد انه الشامبو، ما بتعرف. خلوني كمان اعطيكم شوية تلاميح. خلونا نشوف شو مشكلة الشامي مع فؤاد جنيد. غلط، ما بعرف. خلونا نشوف مشكلة الشامي مع فؤاد جنيد وليش صايرة هالقصة. تمام، أول شغلة خلونا نفرجيكم فيديوهات الشامي وفؤاد جنيد، تمام؟ بعدين أنا بحكي لكم القصة كيف كانت. السؤال هون، أنتوا كيف تشوفوا فؤاد والشامي مع بعض؟ صراحة أنا بشوفهم حلوين يعني، لو ما تركوا بعض أو ما تخانقوا. خلونا نشوف. صار وحفظت أسامينا، كم غنية وكم صديق كانوا راحوا. شو بقرب للشامي؟
أخي الذي لم تلده أمي. حلوة. رح شيلك بضعفك بجنونك، رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك. لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور دربك. محبة عبود لإلكن مطلعين. هلا الصراحة أنا بحسهم الاثنين حلوين مع بعضهم، وما بتمنى لهم الشر يعني هن الاثنين، لأنه كانوا مناح مع بعضهم. والشامي كان يصمم عند فؤاد أصلا الأغاني، وفؤاد اللي نشره الصراحة أو شهره للشامي. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات، أنا ما رح أنتقد حدا، لأني أنا عم بعطيكم الشيء اللي أنا شايفه. خلوني أحكي لكم، إذا صح كلامي اكتبوا لي بالتعليقات، إذا مو صح كلامي انتوا صححوا لي كمان بالتعليقات، وفهموا الناس إنه لا مو هيك يا عمران، وانتوا فهمتوا علي. بس أنا رح أحكي اللي أنا شفته. تمام. مرة الشامي كان عم يغني على المسرح، ف كان عم يطلب غنية. تمام. ففؤاد حط له غنية غير اللي هو طالبها الشامي. فالشامي عصب منه وعيط على فؤاد. فمن هي القصة اللي صايرة بهي المشكلة، فؤاد زعل منه وقال له ما عاد بدي اشتغل معك. فمن هذا السبب صار في مشاكل بين الشامي وفؤاد، والشامي راح تعاقد مع شخص تاني وصار يغني. وانا حسيت وقت تعاقد الشامي مع شخص تاني ما صار في عنده مشاهدات مثل ما كان عند فؤاد الصراحة، لانه فؤاد عطاه الشهرة، عطاه المشاهدات، عطاه الصوت الحلو. يعني ما بعرف، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات اذا كان حكي صح ام لا. فبس والله. وهيك بيكون انتهى الفيديو تبعنا. ان شاء الله يكون عجبكم. حطوا لايك واشتركوا بالقناة. بحبكم من كل قلبي، وشكرا شكرا 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 كثير على الفيديوهات اللي عم تعطوني اياهم. والله شكرا من كل قلبي على التعليقات اللي عم تكتبوا لي اياها، وعلى الكومنتات، وعلى اللايكات اللي عم تحطوا لي اياها. شكرا من كل قلبي. بس لازم نعرف شغله كمان، انه بتمنى اي شخص عنده تيك توك، اي شخص بتمنى هذا الشيء منكم، اي شخص عنده تيك توك يمسك الفيديو تبعي، يقطعه، يظبطه، وينشره على تيك توك، لانه هيك انت بتفيدني وبتخلي الناس تيجي وتشاهد قناتي على يوتيوب. حبكم من كل قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.